واحد عمل عنده أعراض دوالي في الخصية وعمل أشعات موجات صوتية دوبلر ولقى عنده دوالي. أنه دوالي؟ أنا حقيقة ما بقولش نعمل إلا إذا كان عندنا دوالي من الدرجة الثانية مع ارتجاع، أو درجة ثالثة بارتجاع أو بدون ارتجاع. فلازم يكون تصل إلى حد معين علشان نقدر نقول يلا إحنا عايزين نعملها بهذه الطريقة، عايزين نعالجها. كيف يتم علاج الدوالي؟ بطريقتين، طريقة جراحية وطريقة غير جراحية. يعني طريقة جراحية يعني نفتح ونربط الأوردة المتمددة دي. الطريقة الغير جراحية اللي هي بالأشعة التداخلية اللي هي حقن دوالي الخصية بتتم بقسطرة بدون فتح، بدون منشق، بدون مشرط. كل حاجة ليها ميزة وليها عيب، كل حاجة ليها ميزة وليها عيب، لكن بصفة عامة إلا الطريقتين لهم نتائج متوازية تقريبا. وميزة البدون جراحة إنها بتتعمل في وقت قصير جدا، في ظرف نص ساعة أو ساعة إلا ربع، وبعد ساعة ترجع تمارس عملك بطريقة عادية جدا جدا. الجراحة حسب نوعها، في جراحة من البطن، وفي جراحة من المنطقة الإرابية، وفي جراحة بالميكروسكوب. طبعا الجراحة الميكروسكوبية هي أفضلهم، لأنها بتدينا أكبر نسبة من الأمان من الجراحة في كل الجراحات. لأن احنا أهم حاجة مشكلة الجراحات إن ساعات بيحصل إن الشريان اللي بيغذي الخصية بيتقفل، بيتربط، وإذا اتربط هيحصل ضمور في الخصية. بالميكروسكوبية بتتفادى هذا الموضوع. طبعا الموضوع إن احنا نقارن بين الاثنين هي مقارنة غير عادلة، لأن أنا لما أعمل العملية بدون جراحة وبدون مضاعفات شيء مختلف عن أن أنا أعملها ويحصل لي مضاعفات. بيحصل مضاعفات من الجراحة كتير قوي، بيحصل تكون سائل داخل الكيس بيتكون محتاج يتشفط كل شوية. حاجة تانية ممكن يحصل مشاكل في البربخ، حاجة تانية ممكن يحصل مشكلة في الخصية تؤدي إلى ضمور هذه الخصية. طبعا هذه المضاعفات ما هيش يعني كثيرة الحدوث، ولكن وارد حدوث. ولذلك إذا تساوت الأمور نفضل أن حضرتك تعمل بدون جراحة.